هاي، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم خلود، وهجاوب على السؤال اللي بدأته الفيديو اللي فات، وهو الطلبة لما بتسألني احنا متعودين نسمع قناة معينة على اليوتيوب بتتكلم كلها نيتيف امريكان وبقينا نفهم الليسننج من غير سبتايتلينج 100%. جينا نسمع حد تاني لقينا نفسنا مش فاهمين. طب احنا ازاي؟ ما احنا الليسننج بتاعنا عالي، طب احنا مش فاهمين ليه؟ ده اللي انا هجاوب عليه في الفيديو ده. بس قبل ما ابدا، لو انتوا على اليوتيوب ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وشير وسبسكرايب وفعل الجرس، تابعوني على الانستجرام، ولو انتوا اصلا على الانستجرام فما تنسوش اللايك والكومنت والشير، ولو محتاجين اي معلومات ابعتوا لي دايركت مسج هنا يعني على الانستجرام. طيب، اجابه السؤال، بصوا يا جماعه، ساعات انت حتى باي لغه، يعني حتى في العربي، ساعات انت بتاخد على طريقه كلام حد، بتتعود على سرعته، بتتعود على طريقه نطقه، فده بيخليك بقيت بتفهمه اسهل. لما تيجي تشوف حد تاني ممكن يكون بيتكلم اسرع، ممكن يكون بياكل الكلام اكتر، ايا كان، تلاقي نفسك في الاول مش فاهم هو بيقول ايه. نفس الفكره بالظبط. الفكره ان الطلبه اللي بتعمل كده بيتعودوا على طريقه الشخصيه دي، في يعني صاحب القناه ده، اوكي، بيتعودوا على طريقته، على سرعته في النطق، على طريقه كلامه، على طريقه استخدامه للكلمات وللستراكشر، وخلاص بيتعودوا عليه من كتر ما بيسمعوه، فبالنسبه لهم بقى سهل جدا انهم يفهموه. يجوا يتفرجوا على حد تاني، لا نفسهم عندهم مشكله. ليه؟ لان الحد التاني ده ممكن يكون بيتكلم بسرعه مختلفه، بيستخدم طريقه كلمات مختلفه، يعني كلمات مختلفه، طريقه نطق، طريقه جمل حتى مختلفه، فده بيعمل له شويه صدمه في الاول. هل ده معناه ان الليسننج وحش؟ لا، اسمع مرتين ثلاثه وهتلاقي نفسك خلاص بدات تظبط، بدات تتعود. بس الصدمه الاولانيه دي بيستغربوها. عشان كده دايما لما نيجي ننصح الناس اللي بتعمل ليسننج، دايما نقول لهم ما تسمعوش حد واحد بس، اسمع ناس كتير، اسمع كذا حاجه. حتى لو ليك حد مفضل تسمعه كتير، اوكي، بس مش لوحده. يعني لازم تدخل حاجات تانية، لازم تدخل ناس تانية، تسمع قنوات تانية، وتسمع يعني نيش مختلف. نيش يعني ايه؟ يعني مش بس انت بتحب الكوره تقعد تتفرج على فيديوهات كوره بس، لا، لازم تاخد كوره والسياسه ولايف ستايل وحاجات كتير، اوكي، مش واغاني وافلام ومسلسلات. ما تبقاش ستيك لحاجه معينه، لان انت مع الوقت هتتعود على المواضيع دي، هتاخد على الفوكابيلاري بتاع الكوره والستراكشر بتاع الجمل بتاعت الكوره، لكن لما تيجي تسمع موضوع تاني تلاقي نفسك مستغربه برضه، ما انت متعودش عليه. فعشان كده اسمع اكتر من شخص واكتر من موضوع واكتر من ستايل. يعني ممكن نفس الحد اللي بيتكلم في موضوع معين تلاقيه لو سمعت حد تاني بيتكلم في نفس المجال ممكن تلاقي طريقته مختلفة، سرعته مختلفة، الكلام ده كله. فتسمع ناس مختلفة وتسمع مجالات مختلفة. لازم ما تسمعش اغاني بس، ما تتفرجش على افلام بس، كله ميكس من كله عشان ودينك تبدا تلقط كله، اوكي. نصيحتي لو انت بيجنر، حاول تركز في اللهجه اللي انت عايز تتخصص فيها الاول. يعني ما تقعدش تسمع امريكان على بريتش، يعني لا، كده هيحصل لك لخبطه، عشان في فرق طبعا بين اللهجتين، وانا ده هتكلم عليه في فيديوهات تانية. بس حاول انت تلتزم باللي عايز تتكلم ايه. عايز تتكلم امريكان، حاول تسمع فيديوز بتاعت ناس امريكانز وكنديانز. وبلاش يا جماعه اي حاجه تانية، يعني بلاش استراليان مثلا بقى، عشان دول لهجتهم مختلفه خالص، اوكي. مينلي امريكان يليها كنديان. لو انت عايز تتخصص في اللهجه البريتش، اسمع ناس بيتكلموا بريتش، اوكي، ولكن بلاش الميكسينج في الاول. بعد كده هتقدر تعمل ميكسينج وهتفرق، يعني مجرد ما هتسمع اللي بيتكلم هتعرف ده بيتكلم امريكان ولا بريتش، بس مش كبيجنر وانترميديت، لا، حاول تلتزم بحاجه معينه. يعني لو عايز تسمع حتى تتفرج مثلا على افلام بريتش، اتفرج على افلام بريتش. ومش المشكله ان البريتش مش كتير، يعني الفكره انه يعني ممكن يكون اشهرهم هاري بوتر، يعني كذا حاجه كده، بس هم مش كتير قوي، اوكي. ان اشهر طبعا والاكثر شيوعا الامريكان، عشان امريكا هي القوه العظمى وبتفرض طبعا اكيد لغتها ولهجتها والكالتشر بتاعها وكل حاجه. ولكن anyway، حاول تسمع اكتر اللهجه اللي انت عايز تتكلم بيها. لما تبدا تتكلم بيها وتبدا تبقى ماستر فيها، تبدا بعد كده ممكن تشوف اللهجه التانية وتعمل ميكس اند ماتش، اوكي. انا شخصيا لما قعدت سنين بتعامل بالامريكان، لما جيت اسمع واحده صاحبتي
من انجلاند اتكلمت معاها في التليفون. انا في اول مكالمه عايزه اقول لكم ان انا اتصدمت، انا حسيت ان انا مش فاهمه هي بتقول ايه، حسيت ان انا تايهه. حصل حادثه بين الامريكان والبريتش اكسنت. اوكي، فلاني قعدت سنين بسمع امريكان بس، وده هيحصل لكم. اوكي، بعد كده على تاني مره بدات اجمع ايه الاختلافات بقى اللي في النطق فبدات بقى اجمع. ليه؟ لاني كنت في الليفل الادفانسد، لكن لو عملتها وانا لسه بيجنر كنت هتلخبط اخر حاجه. فعشان كده بقول لكم حاولوا ما تعملوش الموضوع ده وانتوا بيجنرز. اوكي، فتاني هقول الحاجه اللي هتحسنك بسرعه جدا هي الليسننج، هترفع لك كل المهارات جدا. اوكي، ومفيش منها مهرب ولا مفر ومفيش اي، بصوا لو عملتوا ايه مش هتقدر تطلع من مطب الليسننج ده. هو ده اساس الموضوع ده، لو عديته هيظبط لك كل حاجه. لو فضلت خايف من الليسننج خلاص مش هتتحسن في اي حاجه، وخاصه الكونفرسيشن. يمكن تتحسن في الرايتنج والريدنج لان هم مهاره شويه زي ما قلت لكم في كفه يعني، ولكن مش هتتحسن، مش هتعرف تتكلم خالص. اوكي، وبس كده. وده كان الفيديو اللي على الليسننج النهارده. الفيديو الجاي هيبقى بتكلم على مهاره السبيكنج لانها مهمه برضو، بتسال عليها ازاي امرن السبيكنج ده ان شاء الله في الفيديو الجاي. اشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو الجاي. باي باي.